السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدينا ومستمعينا قناة تجاد في العرض، أهلا وسهلا بكم وموسم جديد من الدوري المصري الممتاز، والنادي الأهلي يسعى للتحقيق 44 هي الدوري المصري الممتاز بمباراة قوية جدا في مستهل الدوري العام الجديد 2023-24. بداية قوية جدا أمام المصري والنهاية ضد فيوتشر. هنتعرف إن شاء الله الفيديو ده عن ماذا أسفرت كرة الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2023-2024، وهنعرف كل تفصيل لمباريات النادي الأهلي. في البداية طبعا مش هنسوا تعملنا لايك وشير، ويلا بينا على أول كلامنا. حيث جاءت كرة الدوري المصري في الموسم الجديد 2024 عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة ضيفه المصري البورسعيدي في الجولة الأولى، وعلى أن يختتم منافسات الدوري بلقاء فيوتشر. وتنطلق منافسات الدوري المصري هذا الموسم في الفترة ما بين 18 سبتمبر 2023 و 30 يوليو 2024، ويستهل النادي الأهلي مهمة الدفاع عن لقبه أمام المصري البورسعيدي. والتقي الأهلي مع نادي الزمالك القلعة البيضاء في مباراة القمة بالدوري المصري في الجولة العاشرة، فيما ينتظر الإسماعيلي في الجولة الثالثة، ويواجه بيراميدز في الجولة الرابعة عشر. ويختتم النادي الأهلي مبارياته ضد فيوتشر في الجولة السابعة عشر. ويشير إلى أن ترتيب مباراة الدوري الأول يطابق مع ترتيب مباراة الدور الثاني، إلى أن النادي الأهلي سيبدأ النصف الثاني في موسمه بمواجهة المصري ويختتم بلقاء فيوتشر. وجاءت مباريات النادي الأهلي في الموسم الجديد على النحو التالي: الجولة الأولى طبعا الأهلي والمصري، الجولة الثانية سيراميكا والأهلي، والجولة الثالثة الأهلي والإسماعيلي، الجولة الرابعة الجونة والأهلي، الخامسة الأهلي وبلدية المحلة، الستة المقاولين والأهلي، السبعة الأهلي وسموحة، الجولة الثامنة زد والأهلي، والجولة التاسعة الأهلي والاتحاد السكندري، الجولة العاشرة الأهلي والزمالك، والجولة ال11 فاركو والأهلي، والجولة ال12 الأهلي والداخلية، وال13 طلائع الجيش والأهلي، وال14 الأهلي وبيراميدز، والجولة الخامسة عشر وبنك الأهلي أمام الأهلي، وطبعا الجولة 16 الأهلي وإنبي، والختام الجولة 17 فيوتشر والنادي الأهلي. وحبينا برضو نوضح حاجة، ان اسم النادي اللي احنا نطقناه في بداية اللقاء ده هتبقى طبعا المباراة سواء للنادي الاهلي يبقى الاهلي هو المباراة، هو اللي استضيف المباراة، او لو كان الفريق المنافس هو اللي في الاول زي مثلا المقاولين العرب والاهلي، يبقى نادي المقاولين هو اللي يستضيف المباراة. بالتوفيق للنادي الاهلي في الموسم الجديد، وإن شاء الله هنتظر مننا فيديوهات قادمة من قناة تجاد في العرض. وطبعا مش تنسوا تدعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.